السلام عليكم، ايه الاخبار؟ المساله اللي معانا النهارده هي مساله ترافيك لايت. تمام. هنعمل لها ديزاين. تمام. فلو كتبنا هنا كده ترافيك لايت بس عشان يبقى معانا فكره احنا هنشتغل ايه. الترافيك لايت يعني ممكن نجيب هنا كده الفوتوس او الايمج يعني. ده الترافيك لايت، بس بيبقى فيه نوع تاني اللي هو بيبقى آه عامل زي الساين جانتري. تمام. بيبقى هجيب لكم صورة ده اللي أنا قصدي عليه. يعني ده الترافيك لايت اللي أنا قصدي عليه. في ناس بيسميه هتلاقيه بعض الكتب برضو بيسموه ساين جانتري. تمام. ترافيك لايت ساين جانتري مش هتفرق. تمام تمام. القصة هي إن إحنا عايزين نعمل ديزاين للترافيك لايت ديت أو الساين جانتري ديت. طيب القصة في إيه؟ القصة في إيه وأنت بتعمل ديزاين؟ قلنا قبل كده بيبقى فيه كذا اعتبار إحنا بناخده معانا في الموضوع، زي إيه؟ اعتبار الكوست كونسيدريشن، الاسمبلي كونسيدريشن، المانيفاكتشرنج كونسيدريشن، كذا اعتبار. فالاعتبار اللي إحنا هناخده إن أنت مش إحنا هندرس المسألة دي ستاتيك بس في اعتبارات تاني. الاعتبار إيه؟ زي اعتبار الدايناميك، إن أنا عايز ادرس الدايناميك بيهيفير، ان انا هتخش في قصه النورمال مود اناليسيس وبعد كده الترانزينت وبعد كده الهارمونيك ريسبونس، بحيث ان انت تضمن ان التصميم ده ما يحصلش الريزونانس ويحصل له فيلير. ديت دايناميك. الحاجه الثالثه انت محتاج تدرس مثلا عندك غالبا بيتعامل من البايب، الترافيك من ستيل بايب. فانت محتاج تدرس البايب ديت وهي بالفلويد اللي حواليها، فانت تخش في قصه فلويد اللي هي الاكسترنال فلو حوالين البايب ديت وحوالين البايب ديت، برضه عشان ما يحصلش عشان ما يحصلش ريزونانس. فانت تصميم زي ده هتحتاج تدرسه على ثلاث محاور. المحور الاول هو المحور الاستاتيك اللي احنا هندرسه دلوقتي. المحور الثاني اللي هو الدايناميك اناليسيس اللي هو النورمال مود والترانزيانت والهارمونيك ريسبونس. المحور الثالث هو محور الفلويد، ان انت عندك فلو حوالين البايب ديت، فانت عايز تشوف القصه بتاعت الفلويد بتاعتك. anyway المساله بتاعتنا هي مساله استاتيك عادي. طيب خلينا نحكي كده. الاستاتيك انت عندك ايه هيأثروا على الترافيك لايت ديت؟ عندك في الحقيقه قوتين. عندك قوتين: قوه البايب، وزن البايب اللي هي فوق ديت، اللي هي بالمناسبه بيأثر في منطقه السي جي هنا. تمام. لو اعتبرنا ان البايب دي يونيفورم ومثلا دي مترحله شويه هنا فهتبقى في المنتصف. anyway يعني هنفرض انها في المنتصف عشان نبسط على بعض المساله. المهم ان وزن البايب ديت اول ما يتضرب في عجله الجاذبيه الارضيه هيديك ويت او فورس. الفورس ديت تاثر لتحت كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندك قوه برضو لا يمكن اهمالها، هي قوه الرياح. هي قوه ايه؟ الرياح. قوه الرياح برضو هتاثر في اتجاه عمودي على الورقه، في اتجاه سلايد. لو انت في اتجاه عمود على الشاشه اللي انت بتشوفني منها دلوقتي. تمام. بس فمحتاجين بقى ندرس تأثير القوتين دول. يبقى احنا معانا قوتين، محتاج بقى ندرس ايه تأثيرهم، نشوف هيعمل لنا ايه بين المومنت، هيعمل لنا تورك، هيعمل لنا ايه القصة بتاعتها. طيب المسألة ديت احنا جايبينها من assignment الطالب يعني. فايه ديت المعطيات بتاعت المسألة، هو مديني السرعة ومديني الرو، ومنها من القانون دي جبت الاف اللي هي قوة الرياح. تمام. اللي هي تطلع 162 كيلو نيوتن. الارقام قدامك تقدر تراجعها ورايا عادي. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه في مسائل تانية بيبقى مديك قوه الرياح بال اوكي نيوتن على المتر. تمام. فانت محتاج تقسم على الفورس عشان تجيب القوه بالفورس بنيوتن. anyway اول حاجه زي ما قلنا ان احنا عندنا قوتين. القوه الاولى اللي هي وزن اللوحه، زي ما قلت لك هنعتبره 25 كيلو جرام، هنضربه في عجله الجاذبيه 9.8، فاحنا بنضرب في 10 يعني ايه؟ يعني بحبح ايدك في الارقام كده وانت شغال، وانا افترضت ان هو في النص. تمام. انت على حسب بقى التصميم بتاعك بتقدر تحسب السنترويد او السي جي نقطه تاثير القوه فيه. بس غالبا هو بيبقى يونيفورم وبتبقى الايرورز بسيطه قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ال 162 نيوتن اللي هي قوه دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا افترضنا هنا انه طبعا الكروس سكشن بايب الدايمتر بتاعه 0.1 متر والسكنس بتاعه 10 ملم. طيب انا محتاج بقى ادرس تاثير القوتين دول. القوة اللي هم 250 نيوتن اللي هم وزن اللوحة بيأثروا في نقطة هنا ما، بيعملوا لي بيندنج مومنت اباوت ايه بقى؟ لو خدنا، انا للأسف نسيت احط المحاور هنا. تمام. فلو افترضنا ان ده كده اكس، لو افترضنا ان ده كده اكس وده كده 1. تمام.
فعندك القوه دي هتعمل لك بند مومنت about الواي اكس، تمام. وعندك الفورس ديت هتعمل لك بند مومنت about الاكس اكس، تمام. فانت عندك ال 160 تعمل لك بند مومنت about الاكس اكسس زي ما انا قلت لك، وايه، وعندك ال 250 دولت هتعمل لك بند مومنت about الواي. طب تعالى واحده واحده كده نفصل، تمام. يبقى ديت ال 162 واي. طيب تعالى ناخد ال 250 ديت هتعمل لي بند مومنت about الواي ازاي؟ ان انت لو نزلت بعمودي هنا كده، تمام، هتعمل لك بند مومنت about ايه، انت محتاج تتخيلها قوي. ليه بقى؟ لان ده الاتجاه ده اللي فوق ده كده، الخط ده كده هيبقى في الزي اكس، تمام. بحيث ان انت لو ميلت الماسوره وبصيت هتلاقي السكشن ده، تمام. فانت لو ضربت ال 250 في نص المسافه ديت اللي هي بالمناسبه 1.5 متر زائد ال 1.5 متر، المفروض هنا دي بتتاخد من النص 1.5 متر في المسافه اللي هي ايه، نص من هنا لحد هنا، يعني اللي هي 1.5 متر المسافه. يبقى الفورس ديت اللي هي 250 متر لو ضربت في 1.5 متر هيعمل لك بند مومنت اباوت الواي اكسس، تمام. عندك ال 162 ديت برضو لو اتضربت هتتضرب في ايه برضو؟ هتتضرب في نفس الايه، في نفس المسافه، في نفس المسافه اللي هي كام؟ لا، ال 250. طيب اوكي، قلنا ال 250 ديت اتجاهها لتحت. خلي بالك بقى من الاتجاهات عشان انا نفسي اتلخبطت دلوقتي. ال 250 ديت هتاثر في نقطه ما هنا، فهتعمل لك بند مومنت اباوت ايه الواي اكس. لكن ال 62 ديت اتجاهها عمودي على الورقه زي ما قلت لك في السلايد، فهي المفروض هتعمل لك بند مومنت اباوت الواي. فالمسافه هتبقى المسافه دي، تبقى ايه المسافه دي اللي هي الخمسه زائد ايه، زائد الايه ال 0.1 على الاثنين، تمام، اللي هي دي، تمام. فكده جبت الايه الام اكس والام واي، تمام. بس الحلاوه بقى، او مش الحلاوه، الجميل في الموضوع، مش الجميل، القصه بقى في ايه؟ ان الفورس اللي هي ال 162 ديت هتعمل لك تورك، هتعمل لك تورك اباوت الاكسس اللي هو الزي اكسس. فانت محتاج تحسب كمان التورك اللي هتسببه القوه اللي هي 162 نيوتن، تمام. المهم جبنا الام اكس قبل ما نجيب الام اكس والام واي احنا محتاجين نجيب الاريا بروبرتيز او الكروس سكشن، كروس سكشن بروبرتيز بتاعه البايب. فهنجيب الاي اكس والاي واي بربع الاريا في الار سكوير. طبعا انت عندك ده هولو، فانت هتطرح الدي اوتر ناقص الدي انر. خلي بالك ان دي اوتر باور 4 ماينس الدي انر باور 4 عشان الاشارات بس. والناس خطا شائع يروح حاطط اس 4 هنا على القوس كله، فلا الكلام ده غلط، تمام. طبعا عندك الاي اكس بيساوي الاي واي عشان ده سيركولار كروس سكشن. هتقدر تجيب الاي اكس بالرقم دوت، وتقدر تجيب الجي البولار مومنت لان احنا عندنا ايه، تورك، بنفس القانون قدامك وراجع الارقام كلها قدام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه قدرت قلت لك ان احنا عندنا الام اكس والام واي حسبناها، اللي هي الام اكس بيساوي الفورس في الديستنس، والام واي بيساوي الفورس في الديستنس. بس خد بالك انهي فورس وانهي ديستنس، يعني خد بالك انهي فورس وانهي ديستنس. وزي ما قلنا ان ال 162 ديت هتعمل لك تورك اباوت الاكس اكسس، فانت هتضرب في المسافه ديت، تمام. وعندك الام واي هتعمل لك مومنت اباوت الواي اكسس، فانت هتضرب في المسافه دي، تمام. anyway ضربنا وجمعنا طلعت عندك ده بالرقم دوت وده بالرقم دوت. الاول 818.1 والثاني 387.5 نيوتن متر. طيب التورك، جبنا التورك اللي عمله 162 هو برضو فورس في ديستانس، طب ايه الفرق بين المومنت والتورك؟ يعني انا هنا ضربت فورس في ديستانس، بس الديستانس اللي ضربت فيها مختلفه، مره ادتني مومنت ومره ادتني تورك. دي بقى القصه في ايه؟ الفرق بين المومنت والتورك ان المومنت بيظهر لي في بيبقى بيظهر لي بلان انفولفد في البلان نفسه. يعني انا خدت البلان ده اكس وواي، تمام. فلما جبت ضربت القوه في الديستانس على حسب برضو الاتجاهات اللي انا واخدها ادتني مومنت. لكن اللي اكتشفت بقى ان ال 162 دي هتعمل لي بند مومنت اباوت اكس عمودي على البلان ده، يبقى ده اسمه تورك. اباوت اكس عمودي على البلان اللي انا فرضه ده بقى ده اسمه تورك، ما بقاش اسمه ايه، مومنت، تمام. فجبت التاو. بعد كده هجمع بقى باشارات. انا ما اقدرش اجيب ريزلتنت مومنت وشير مع بعض او مومنت وتورك مع بعض لان ده في اتجاه وده في اتجاه. فجبت الريزلتنت بتاع البند مومنت الام اكس وام واي، تمام. فده الام ريزلتنت. بعد كده هجيب الايه، ممكن نجيب التان الفا اللي هو زاويه الميل، واجيب الايه السيجما اكس وسيجما واي. السيجما اكس يساوي ام اكس في واي على اي، نفس القصه. ادي الام اكس اللي احنا حاسبينها، والواي طبعا اللي هي نص الدايمتر
في على الاي اكس اللي هو اللي احنا جايبينها فوق، ونفس الكلام في الام واي. اللي هتفرق نفس الكلام ان هو ام اكس غير ام واي، تمام، بس نفس الارقام هي ايه باقيه. المهم جبنا الام اكس والام واي، ده الايه الستريس ديو تو ايه، ديو تو بيند مومنت. اقدر اجيب برضو اجيب الايه الريزلتنت بتاع الستريس اللي هو السيجما اكس سكوير بلس سيجما واي سكوير تحت الجذر جبته. وبعد كده اقدر اجيب الشير بقى ديو تو تورشن اللي هو التاو ديو تو تورشن تي في الار على الجي. عندي حسبت الجي وعندي الار وعندي الجي، تعويض مباشر اطلع الكسر دي. بس خد بالك ان انت تحويله الارقام، لان احنا هنا جايبين نيوتن متر، فانت المفروض هتضرب في 10 اس 3 علشان تحول القصه بتاعتك علشان يطلع الستريس عندك بالميجا باسكال. anyway بعد كده رسمت الستريس ديستريبيوشن، الستريس الدياجرام، الستريس ديستريبيوشن ببساطه خالص انا خدت ده كده ام اكس وادي ام واي، تمام. هنا خدت كده رحت واخد هنا خطين، رسمت ادي الام اكس وادي الام واي، واحده بالبوزيتيف وواحده بالنيجاتيف. الام واي نفس الكلام، انا عندي الام واي فخدت هنا ادي الام واي وجبت السيجما واي بالبوزيتيف وبالنيجاتيف. طيب انا عايز اجيب بقى اللي هي ايه المحصله. المحصله رحت راسم الام ريزلتنت بالزاويه الفاي اللي انا مطلعها واخد عمودي عليه، ومش عمودي علشان الرسمه وقعت مني يعني، تمام. بس هو المفروض ان انت بتنزل بعمودي كده وعمودي كده وتجيب السيجما ريزلتنت اللي انت حسبتها بالماينس وبالبوزيتيف، وبعد كده بترسم الاليمنت توزيعه الاليمنت عندك بالسيجما والتاو زي ما موجود على رسمه الارقام بتاعتك. تمام، مسألة very trivial يعني، بس هي فكرتها كلها في إن أنت إزاي تفرق ما بين المومنت والتورك وأنهي مسافة، لأن ده forced distance وده forced distance. بس كده، دي كانت مسألة بسيطة. أشوفكم بقى الفيديو الجاي. السلام عليكم.